القصة بتبدأ في صباح شكله عادي جدا في فيلادلفيا. بيته ومراته وولاده بيستعدوا يخرجوا، بس الزحمة خانقة. وهم واقفين في وسط الزحمة، بيت شغل الراديو، وفجأة يقطع الهدوء صوت مرعب. تفشيات غريبة حصلت في 12 دولة، والدنيا بتخرج عن السيطرة. وفجأة موتوسيكل بيعدي بسرعة ويخبط مراية العربية. بيت ينزل متضايق عشان يواجه السواق، بس الراجل كان اختفى خلاص. وأول ما بيرجع يركب العربية، انفجار، صوت انفجار ضخم في البعد. الشوارع اللي كانت هادية بقت جحيم. شرطي المرور بيزعق للناس يرجعوا لعربياتهم، بس قبل ما يكمل شحنة خارجة عن السيطرة بتخبطه. بيت اللي كان محقق في الأمم المتحدة قبل كده، فهم على طول إن في كارثة جاية. دوس بنزين وبدأ يطارد الشاحنة عشان يهرب من اللي بيحصل. بس قدامه على طول عربية مطافي بتدخل المشهد. خبطة جامدة، عربيتين خبطوا في بعض. بيته وعيلته اتفزعوا، بس الحمد لله طلعوا سليمين. للأسف الوباء بدأ خلاص. فيلادلفيا وقعت في لحظات. الناس اللي اتعضوا كانوا بيبقوا زومبي بسرعة، بيهجموا بقوة، سريعين وملهمش رحمة. لو حددوا هدف خلصت. والأسوأ، من بعد العضة ب14 تانية بس المصاب بيتحول. في لحظة ذعر بيت بيلاقي عربية كرفان بياخد عيلته ويهربوا بيها، وخلال دقائق المدينة وراهم بتنهار. بيوصلوا للضواحي وبيتنفسوا شوية. بعدين بيت بيجيله تليفون. إيريك، راجل كبير في الأمم المتحدة، بيقولوا إنهم هيبعتوا له طيارة هليكوبتر خلال ساعة. الدنيا بتنهار، وخبرة بيت دلوقتي بقت مطلوبة. بس المشكلة، بنته بيجي لها أزمة رب عنيفة، لازم يجيب لها دواء. بيروحوا سوبر ماركت قريب. بيت بيروح الصيدلية ومراته بتدور على شوية حاجات، وهو خارج بيشوف 2 بلطجية بيهاجموا مراته. من غير ما يفكر بيطلع سلاحه وبيضرب واحد فيهم طلق ناري. التاني بيجري، ولما بيرجعوا يكتشفوا إن العربية اتسرقت. بيت بيتصل بإريك اللي بيقوله إن الهليكوبتر احتمال كبير متوصلش النهاردة، أقرب حاجة بكرة الصبح. من غير مكان يباتوا فيه وبالخطر حوالين كل ركن، بيت بياخد عيلته وبيمشوا على مبنى سكني قريب. عيلة مكسيكية طيبة بتستضيفهم مؤقتا. الصبح بيت بيحاول يقنعهم يجوا معاه، بس بيرفضوا. بيحترم قرارهم وبيبدأ يجهز سلاحه. حان وقت الحركة. يفتحوا باب السلم، زومبي يهجم فجأة. بيت بيتصرف بسرعة ويضربه طلقة، بس صوت الرصاصة شد الباقيين. الكل بيجري ناحية السطح، وبيت بيحاول يغطيهم. زومبي بيهجم عليه، وقبل ما يعضه ابن العيلة المكسيكية بيمسك سلاح وبيقتله. المبنى بيتملي زومبي. بيت بيقفل الباب بكل قوته عشان يلحق عيلته تطلع للطائرة. الجنود بيوصلوا في آخر لحظة وبينقذوه تحت وابل من الرصاص. الطيارة بتقلع وتهبط بأمان على حاملة طائرات في وسط البحر، آخر مكان آمن فاضل. بس الكارثة أكبر من توقعاته. الفيروس بيجتاح العالم، الرئيس مات، والحكومات مش عارفة بتواجه إيه. مفيش غير خيط واحد بس، إيميل من كوريا الجنوبية. أول ناس سموا المصابين زومبي كانوا هناك، بس دلوقتي مفيش أي اتصال. القائد بيطلب من بيت يروح مع عالم فيروسات لكوريا، يمكن يعرفوا أصل الفيروس ويلاقوا علاج. بيت بيرفض، مش قادر يسيب مراته وولاده، بس في العالم ده مفيش مكان للي مش بيساعد. يا تشتغل يا تتركن. مضطر. بيت بيوافق يودع عيلته ويركب الطيارة. الدكتور اللي معاه كان متحمس، بيقول إن الفيروس زيه زي أي مجرم، بيسيب أثر. لو لقوا الأثر ده يقدروا يوقفوه. بيت كان عنده أمل، بس لما وصلوا خيبة أمل. زومبي بيهجموا على الطيارة. الدكتور بيتوتر، يتزحلق بالغلط يضرب نفسه ويموت في ساعتها. لحسن الحظ قوات أمريكية هناك بتنقذ بيت، بس المختبر اتحرق والعالم الرئيسي مات. المهمة لسه مستمرة. القائد المحلي بيحكي له القصة. أول مصاب كان مسعف، راح يحقق في موت جندي، بس الجندي كان اتحول وعضه. رجع القاعدة ونشر العدوى. بالعافية سيطروا على الموقف بحرق الجث وقتل المصابين، بس كل الأدلة راحت في النيران، وأصل العدوى لسه مجهول. في اللحظة اللي بيه تفتكر إن رحلته لكوريا كانت على الفاضي، ظهر له خيط أمل من مكان عمره ما كان يتخيله. عميل في CIA محبوس. الراجل قرب منه وهمسله بمعلومة: إسرائيل قفلت حدودها قبل ما الوباء ينتشر. بنوا سور ضخم قبل ما العالم كله يفهم إيه اللي جاي. لو عايز إجابات روح القدس، دور على واحد اسمه توم. وهنا اتحددت الوجهة الجاية. قبل ما يقلعوا كان لازم يملوا الطيارة وقود من غير صوت، عشان أي دوشة ممكن تجيب الزومبي. استخدموا عجل يوصلهم للطيارة بهدوء،
بس قبل ما يوصلوا بلحظات موبايل بيت رن. الصوت خرق الهدوء وجاب معاه الكارثة. الزومبي هجموا فورا. الجنود فتحوا نار عشان يغطوا على الفريق. وسط الهريب القبطان قدر يملأ الوقود، وبيت وفريقه ركبوا الطيارة، بس التمن كان غالي. مفيش ولا جندي نجا. بعد رحلة طويلة في الليل نزلوا في القدس بسلام. بيت قال للطيار يستناه لحد الليل. دخل المدينة ولقى الدنيا مختلفة. حصون مشيدة، نظام فوق العادي، وترحيب باللاجئين من كل حتة. كانت كأنها آخر بقعة أمل. بس الأمل ساعات بيكون له تمن. المدينة كانت بتحتفل، غنى، مكبرات صوت، دوشة. والصوت خرج لبره للزومبي. بدأوا يتجمعوا، اتسلقوا بعض، حرفياً عملوا سلم بشري. بيت أول واحد لاحظ، بس الوقت كان فات. السور اتخرب، الفوضى دخلت المدينة، الهليكوبترات في السماء، الناس بتجري، والزومبي بيدوسوا في كل حاجة. بيت مع شوية جنود جريوا ويدوروا على مخرج، وهو بيهرب لمح حاجة غريبة. الزومبي ما كانوش بيقربوا من راجل كبير في السن وولد شكله تعبان. ما كانش في وقت يفكر، النجاة كانت أهم. واحدة من الجنديات اتعضت. بيت ما تأخرش، طلع سكينة وقطع دراعها على طول عشان يوقف العدوى. وفعلا ما تحولتش. بس المصيبة ما خلصتش. الهليكوبتر اللي كانت جاية تنقذهم اتضرب، والطائرة اللي جابوهم اختفت. في محاولة يائسة شاف بيت طيارة ركاب بتستعد للإقلاع. الجنود أجبروا الطاقم يقف، وبيت والجندية ركبوا. في الطيارة بيت كان بيعالج جروح الجندية، وفجأة افتكر المشهد اللي شافه. الزومبي بيتجنبوا المرضى. فكرة لمعت في دماغه، ممكن يكونوا ما بيهجموش غير على الأجسام السليمة. اتصل بإيريك بالموبايل الفضائي وطلب يروح لأقرب منشأة تابعة لمنظمة الصحة العالمية. بس المصايب ما خلصتش. وهما في الطيارة أصوات غريبة بدأت تظهر. مضيفة فتحت باب الحمام وطلع منه زومبي كان مستخبي. صريخ، هجوم، العدوى بدأت تنتشر. بيت بسرعة نظم الركاب وسدوا الممرات بالشنط. بس غلطة واحدة، شنطة وقعت وكل حاجة انهارت. ما كانش في حل. بيت سحب قنبلة يدوية ورماها. انفجار، الطيارة اتقطعت. الزومبي اتسحبوا لبره، بس الطيارة نفسها كانت خلاص هتقع. ورغم كده بيت والجندية نجوا. مصابين بس لسه عايشين. زحفوا ناحية منشأة الصحة العالمية. شوية من الموظفين كانوا لسه عايشين ودخلوهم. وفي نفس الوقت الناس على حملة الطائرات افتكروا المهمة فشلت. عيلة بيت اتنقلت لمعسكر لاجئين. بيت دخل في غيبوبة 3 أيام. أول ما صحي سأل عن عيلته، ولما عرف إنهم اتنقلوا اتعصب. بس على الأقل عارف إنهم بأمان. إنما مهمته لسه ما خلصتش. دلوقتي عنده نظرية، الزومبي بيتجنبوا المصابين بأمراض قاتلة. هم عايزين ضحايا بصحة كويسة. طب إيه رأيك لو الإنسان خدعهم يصيب نفسه بمرض خطير بس قابل للعلاج؟ فكرة مجنونة بس ممكن تشتغل. المشكلة كل الأمراض المطلوبة موجودة في الاسم بي اللي مليان زومبي. الاستسلام مش وارد. بيت، الجندية ومعاهم عالم بدأوا يزحفوا في ممرات مظلمة، كل خطوة خطر. بس الهدوء ما دامش. العالم غلط. خزان وقع وعمل صوت. زومبي سمع. الجندية ضربت رصاصة وقتلته، بس الصوت صح الباقيين. الزومبي اتجمعوا وجروا ناحية الاسم بي. بيت خد قرار يشتتهم، جاري في الاتجاه العكسي وسحبهم وراهم. الباقيين دخلوا المخزن. دلوقتي بيت لوحده محاصر في المعمل. الزومبي بيخبطوا على الأبواب. مفيش وسيلة تواصل ومش عارف يستخدم أناهي قنينة. لحظة صمت قاتلة. كتب رسالة وداع لعيلته، وبعدين اختار واحدة وحقن نفسه بيها وبدأ يستنى. بيت كان واقف مستني، مش عارف ايه اللي هيحصل. وأول ما فتح الباب الزومبي كان واقف قدامه. بس المفاجأة ما هاجموش، عدى جنبه كأنه مش شايفه أصلا. النظرية نجحت. من الممر العلماء كانوا مرعوبين وهما بيتفرجوا، وبيت طالع بكل هدوء كأنه ما حصلش حاجة. حتى واقف فتح علبة كولا وشرب منها بكل برود أعصاب. عمل شوية دوشة. الزومبي اتجمعوا بس ولا واحد قرب له. هو كده لقى الحل. بيت كان محظوظ، الفيروس اللي اختاره كان قاتل بس ليه علاج. ومن هنا بدأ تصنيع لقاح جديد وتوزع على مستوى العالم. الحرب لسه ما خلصتش. لحد دلوقتي محدش عارف الفيروس جه منين، بس أخيراً البشرية عندها فرصة حقيقية للنجاة. شكراً إنك كملت معانا لحد هنا. لو بتحب الأفلام وعايز تسمع قصص زي دي ما تنساش تشترك في القناة، واستناني في الفيديو الجاي